طب ليش انت كونك مو مناظر استاذ العزيز، لماذا تفتح بثوث وتحاور اذا انت مش مناظر؟ لا أنا ما أحاور، أناقش. طيب نناقش انا وياك، ايش رايك نضع مساله، تفتح بث وانا افتح بث ونتناقش. هسه عندي سؤال، أنت كاتب اسأل يا شيعي، اطرح سؤالك يا شيعي ونحن نجيب. أطرح سؤال وجاوبني. تفضل مولانا تفضل. سبحان الله. بس جزاك انا الله خير الجزاء. بدي الاخوان يعرفوا، شوفوا شاهدوا يا اخوان، حتى علماء الشيعة من يزعمون انهم علماء والله لا يستطيعون ان يحاوروا. اصغر سني هسه انا عزيزي منو قال لك احنا علماء؟ منو قال لك انا طارح نفسي عالم؟ وانا مو عالم. جاهل من قال يعني. لك انا عالم؟ الله يا جاهل. المهم السؤال كالاتي: سؤالك في الشيخ الاصول نساء يا النبي صلى الله عليه لا واله وسلم. سؤالك في الاصول يا استاذ منكوش، سؤالك في الاصول. انت كاتب اطرح سؤالك يا شيعي ونحن نجيب، وانا على ضوء هذا صعدت. سؤالك تقبل في اطرح الأصول. سؤال ولا ما تقبل؟ سؤالك في الاصول. عزيزي ليش ما كاتب انت اطرح سؤالك في الاصول؟ تقية. جعفر الصادق استخدم التقية، خلينا استخدم التقية انا، من لا تقية له تقية؟ اي تقية هذه؟ انت تفتهم بالتقية على اساس؟ لا تخاف، انا عندي سؤال كلش بسيط. مش انتم قلتم اتبعوا والله سؤال كلش بسيط، طب مش لا انتم زعمتوا؟ بتجاوز ولا باي شيء، لا تخاف من السؤال. انا ما اخاف يا مولانا، بس انتم مش استخدمتم التقية وعلمائك ومعاصيمك استخدموا هسه هذا مو موضوعي عزيزي، انت كاتب بالبث مالك اطرح سؤالك يا شيعي ونحن نجيب. تفضل اسال. يا اما تمسح يلا يا اما اسأل. تمسح هذا الكلام، يا يا اما اسأل. تقول اسأل. اطرح سؤالك يا شيخ منكوش. اسال يلا. زوجات النبي صلى الله عليه واله في فترة الخلفاء إذا أردنا أن يذهبن للحج والعمرة، هل يذهبن باستئذان أم بدون استئذان؟ هذا هو سؤالك؟ نعم هذا السؤال بسيط. بدون بس استئذان. دقيقة والله بس. طيب بس خلاص هذا هو سؤال عشان نعرف ابو معاذ، عشان ما نعم بس هذا السؤال. نعم رد عليك الشيخ العلامة آية الله الشيخ أبو معاذ المصري، قال لك دون استئذان، أجبناك. طيب تفتح لي الكاميرا وأعطيك دليل يناقض جواب الشيخ. يلا افتح كاميرا، أنا أفتح لك كاميرا وأنا أفتح لك اوكي كاميرا. نو بربريك. يا الله اتكلنا عليك يا رب. ايش؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. كملوا يا اخوه الهاشتاج بتاعنا يا جماعه، لسه يا جماعه ما جاتش 12. كملوا الهاشتاج بتاعنا رضي الله عن الصديق. اخوانا اتركوه، الله يحفظكم، اتركوه مع القائد عشان نستفيد. الله يحفظكم. كل يكتب. لا انا بتكلم عن التعليقات يا ابو معاذ يا ابو محرين. حصل مشكله دلوقتي هبقول لك عليها بس ما يخلص القائد. يلا يا اخوه كملوا رضي الله عن ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق. كملوا الهاشتاج بتاعنا يا جماعه. يلا 3 دقايق دول كمان باقيين اهو على راس الساعه زي ما احنا اتفقنا. يلا مع دعم البث. يا الله يا الله كبر لنا الكاميرا اذا ما يصير علي رحمه. تفضل مولانا. يا ما راح تشوفون شيء هيك، كاميرا صغيره. أعطينا اسم الكتاب أنا بطلعها عندي حجها. الطبقات الكبرى. أيوة. محمد بن سعد الجزء 8. للأسف الشديد يقرأ الشيعي الرواية يعتقد أنه ينقل من جروب مطلقات. نحن دائما نعلم الشيعة أهل السنة والجماعة يأخذون الروايات سندا ومتنا، لا يقعدون مجالسا ويهبدون. طيب هو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر نساءهم أن حجة الوداع هذه الحجة ثم ظهور الحصر. طيب نريد أن نرى هل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح. طيب نبدأ. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه: هذا عبد الله بن جعفر
والله كمان ما راح افشلك مولانا وما راح افوت لك انا حتى على الرتبة. تمام. عبد الله بن جعفر الرتبة ضعيف الحديث، ضعيف الحديث، ضعيف الحديث، ضعيف الحديث. طيب نأتي إلى النقطة الثانية يا أخوان، نأتي إلى النقطة الثانية. السيد منكوش هو يقرأ لكن لا يعي ما يقرأ للأسف. الآن هو استدل في الحديث الضعيف وقال إنه نساء النبي ما بصير أن يخرج لأنه هاي الحج الأخيرة. أسقطنا هذا الحديث يا أستاذ منكوش، أسقطنا هذا الحديث. نأتي الآن إلى إشكالك الثاني في هذا الحديث مولانا. عن ابن سرين بن سودة بن زمعة قد حججت واعتمرنا فأنا أقعد في بيتي إلى آخر الرواية. تمام. نطلع لك يا مولانا العزيز عدي بن الفضل ترجمته ولا ما في داعي مولانا؟ إذا بتحب نطلع لك إياه عشان تبلع الكبسة الثانية نطلع لك إياها. إيش رأيك يا أستاذ منكوش أمام الناس عشان ما تخلي في بنفسك شيء؟ أطلع لك ترجمة تكلم، أنا أرد عليك في مداخلتي. تكلم. طيب تكلم براحتك بلا عجب. عدي بن الفضل هو ضعيف الحديث أيضا، هو ضعيف الحديث أيضا. طيب يا مولانا الآن هذه الروايات اللي أنت جالس تسرد بيها، رجعت لصفحة 208. تمام. حنرجع معك إحنا أيضا إلى من؟ إلى صفحة 207 أيضا، الذي أورد هذه الرواية عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر. نرجع مولانا لصفحة 207 حتى نرى سند الحديث. فقيل يا رسول الله إلى أن قال أخبرنا محمد بن عمر حدثنا شوفوا بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة 208 عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع هيك لصفحة 207. أستاذنا العزيز صالح مولى التوأمة توفى بالكوفة ولم يعاصر أبي هريرة، ما عاصر أبي هريرة مولانا، فكيف ينقل عنه الحديث؟ فيا أستاذ منكوش ارجع اطرح سؤالك مرة أخرى لعلنا نستفيد من هذا السؤال برواية صحيحة الإسناد والمتن حتى نجيبك. قبل ما ياخد تفضل أبو المداخلة معاذ بتاعته. تفضل. قبل بس ما ياخد المداخلة بتاعته. شيخ تفضل. منكوش، محمد بن عمر ايش اسمه؟ مين محمد بن عمر يا شيخ منكوش؟ في رواية أيكن اتقت الله، مين محمد بن عمر؟ ما أدري، شوف طلع الترجمة من محمد بن عمر. لا 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 لا, لا. أنا أسألك أنت مين محمد بن عمر؟ هذا في مداخلتي أبين من محمد بن عمر. لا خليني الآن ما أنا عايز أقول كلمة. الآن مين محمد بن عمر يا شيخ منكوش؟ إيه تفضل كمل. مين من هو محمد بن رواية عمر؟ في سندها واحد اسمه محمد بن عمر أشهر من نار على علم. مين هو؟ مين؟ بين لمستمعينك من هو محمد بن عمر. أنا أسأل يا شيخنا، أنت جايب إشكال، أنا أسألك هل أنت فاهم الإشكال اللي أنت جايبه ولا لا؟ إشكال أنا مو إشكال. مين محمد بن عمر؟ من قال لك إشكال؟ شيخ يا سيدي نعم. انسى إنه إشكال. مين محمد بن عمر؟ قول ما أعرفش، إيه المشكلة؟ الواقدي. كيف ما أعرف شلون؟ الواقدي. ممكن تقول لنا بقى الواقدي عند أهل السنة إيش حكمه بارك الله فيك؟ إيش بيه الواقدي؟ متروك الحديث شيخنا.
ذي شو تطلع لنا سير اعلام النبلاء وعرضه للشاشه؟ أيوة. خلينا نشوف. متروك. يلا الواقدي. خلينا لا قبل ما نروح القائد اديني دقيقة واحدة فقط ارد على رواية هو جابها وبعد كده اروح اطلع له من عند الذهبي الواقدي. طيب الرواية اللي هو جابها قائد ايكن اتقت الله، الرواية دي لا تصح، فيها علتين، فيها محمد بن عمر الواقدي وهو متروك، ثم ان فيها انقطاع بين عطاء والنبي. مين اللي وصل عطاء هذا الخبر عشان ينقله عن النبي؟ ما في، اذا الحديث منقطع كمان. تمام. الذهبي بص يا اخوانا، هو قال لك طلع الذهبي. الذهبي ثواني قال محمد بن عمر. ثواني يا ابو طلعها. ايوه على الناس. طلعها انت يلا. الذهبي شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، والله مجهز له اياها لانهم دائما يذهبون الى هذا تبع يا حسين، منتدى يا حسين مطلع لهم الذهبي صححه. محمد بن عمر بن واقد الاسلمي مولاهم الواقد المدني القاضي صاحب التصانيف والمغازي العلامه الامام ابو عبد الله، احد اوعيه العلم على ضعفه المتفق عليه. كمل. بوم. لسه هي ترجمة. لسه كمل، بلاوي لسه هتلاقي بلاوي فيه. يلا. وطلب العلم عام بضع وأربعين، وسمع من صغار التابعين فمن بعدهم بالحجاز والشام وغير ذلك. هذا الذي نقل عنهم. هاي البوم الثانية. طيب اسمع الحته دي في ترجمه الذهبي. هاي البومات وجهها لصاحب الطبقات الكبرى عزيزي. صاحب الطبقات الكبرى هو اللي يروي هذه الروايه، مو منكوش اللي يرويها. شيخ منكوش لو سمحت اولا اعلمك شيخ منكوش. عيب تتكلم وياكم بعلميه. هذه الروايه من